أعزائي المشاهدين، عندما نقول أن الكلية الحربية هي مدرسة العسكرية المصرية ومصنع للأبطال، ليس هذا من فراغ، حيث يتم فيها إعداد وتأهيل شباب مصر وقادة مستقبلها وفقا لأحدث علوم العصر ليكونوا قادرين على أداء مهمتهم الوطنية. نسعد بلقاء اللواء أركان حرب عصمت عبد العزيز مراد، مدير الكلية الحربية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. نتكلم عن الأسس التي يتم فيها الاختيار للانضمام للكلية الحربية، وفي ظل التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في كافة المجالات، كيف يتعامل الطالب في هذه الكلية؟ السؤال الأولاني الحقيقة اللي هو الأسس الاختيار. الأسس الاختيار إن احنا الحقيقة يمكن تكاد تكون من أبسط الكليات في اختيار الطلبة. احنا طالبين ان الطالب يكون مصري، وده كافي جدا. باقي الشروط كلها شروط تفضيليه، انه يكون مجموعه كويس جدا في الثانويه العامه وبما يؤهله لدخول الكليات التخصصيه، سواء الكليه الفنيه العسكريه وباقي الكليات بما فيها الكليه الحربيه، وانه يكون على مستوى من اللياقه البدنيه اللي يسمح له انه يواكب الجهد اللي بيبذله الطالب جوه الكليه. نعم. الحقيقة موضوع البعد الاجتماعي ده بيقلق عدد كبير من الأسر المصرية. المجتمع المصري بطبيعته بفطرته هو مجتمع اجتماعيا متوسط، وبالتالي لا يمكن يتحط أي قيود على هذا الموضوع. بعض الناس بتعزي عدم دخول أبنائها للكلية الحربية على أن السبب قد يكون سبب اجتماعي أو سبب أمني. طبعا الحقيقة طبعا ده موضوع خالي تماما من الصحة، ولكن المشكلة الرئيسية ان ساعات بيتقدم زي السنة اللي فاتت اتقدم 100,000 طالب. احنا كل اللي خدناهم 1000 طالب، فلك ان تتخيل حضرتك ان احنا بنختار طالب واحد من كل 100 طالب. الاسس ان احنا عايزين واحد مصري، بدليل ان احنا بنركز جدا ان والده يكون مصري ووالدته تكون مصرية وجده مصري، هو ده الشرط الرئيسي. ما عدا ذلك الحقيقة هذه الاعتبارات الوهمية لبعض الأسر ليس لها أساس من الصحة. أما بالنسبة لجزء تاني، احنا ايه اللي احنا بنعمله هنا جوه الكلية بحيث ان الطالب يبقى متمشي مع التطورات الخارجية. من ناحية حتى يمكن من ناحية سياسية دلوقتي بقى في لقاء أسبوعي مع الطلبة، بنوضح لهم كل المواقف وكل الملابسات اللي موجودة على الساحة السياسية، لأن الطالب النهاردة ده هيتخرج كمان شهرين 3، فلازم ده كمواطن مصري يجب أن يكون ملم بكل التطورات السياسية الموجودة حاليا في الدولة. الطالب بالحقيقة هنا بنختار له مجموعة من المدرسين الزائرين والزوار، تقريبا ما حدش منهم بيقل عن وزير أو رئيس هيئة أو يكون حاصل على دكتوراه، عشان يجي يخاطب الطالب هنا في الكلية بما يتمشى مع أحدث العلوم التخصصية أو العلوم العامة اللي المفروض الطالب يكون الحقيقة ملم بيها هنا. مش عايز أقول لحضرتك الثورة التكنولوجية اللي موجودة حاليا في الكلية دلوقتي، من معدات، من أجهزة، من وسائل تدريب، الحقيقة حتى طالب الكلية الحربية النهاردة المصرية في مصاف أفضل الكليات العسكرية على مستوى العالم. نعم. سيادة اللواء، الجيل اللي هو موجود حاليا في الكلية هو جيل واكب ثورة 25 أيوة يناير بالظبط، التي وقف فيها الشعب والجيش معا لبناء مستقبل مصر، وبالتالي انعكس ذلك على أسلوب الدراسة. يعني تكلمنا حضرتك عن هذا البعد. الحقيقة طبعا يعني الحقيقة القوات المسلحة ليها مبدأ في موضوع التطورات السياسية اللي بتحصل دي، ان القوات المسلحة بالذات كوحدات، كضباط أصاغر، كجنود، كضباط صف، يتفهموا السياسة ويتفهموها جيدا، ولكن ما يشتغلوش بيها، لأن احنا على سبيل المثال بعد انتخابات رئاسة الجمهورية اللي جاية، مين هو هيكون رئيس الجمهورية؟ إذن هيكون ليه كل الصلاحيات في انه قد يكون رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه. اذا القوات المسلحه المفروض الحقيقه ما تكونش مرتبطه بشخص واحد، هي مرتبطه بوظيفه رسميه في الدوله عشان توحد كل الجهود دي كلها ليها.
وهو ده لامان الدوله كده. وبالتالي ان احنا برضو في الموضوع ده زي ما قلت لحضرتك احنا بنسيب الطلبه يروحوا المكتبات، كل الجرايد، كل الوسائل الاعلام بالكامل متيسره دلوقتي للطلبه، بحيث ان احنا مع اللقاء الاسبوع اللي بنعمله الطلبه اوير تماما وعلى درايه كامله بكل التفاصيل وكل المناورات السياسيه وكل اهدافها. وظيفتنا ده ان احنا نوضح هذا الموضوع للطلبه علشان ما حدش منهم يفاجئ بحاجه بعد ما يروح خميس وجمعه يلاقي فيه تقلبات كتير جدا هو قد يكون منعزل عنها. الدراسة بالكلية الحربية مدتها 3 سنوات ميلادية، يدرس فيها الطالب علوما عسكرية وعلوما إنسانية وأخرى متخصصة تمكنه من مسايرة التقدم المتلاحق في تكتيكات واستراتيجيات القتال في العالم، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المتخصصة ودراسة اللغات والحاسب الآلي وتنفيذ المشروعات والتدريبات العملية. الأحداث اللي بتحصل طبعا في البلد بعرفها كل يوم أول بأول، الجرايد المختلفة بتجي هنا، بعرف الأخبار في طابور الصبح مثلا بيبقى في أخبار بتقال لنا، كل جديد يعني بنعرف. اكيد طبعا يوميا بنتعرف طبعا على كل حاجه بتحصل في البلد عن طريق الجوائد اليوميه اللي بتتعرض عليها في اليوم. طبعا السيد المدير بيتقدم لنا في باول بالاحداث الجاريه اللي بتحصل في البلد، اهم الاحداث اللي بتحصل، الاحداث السيئه، الاحداث كده اللي ممكن يا فندم عن طريق الجرائد اليوميه ان انا بقراها شخصيا، انا بقرا الجرائد اليوميه شخصيا. طب ازاي نحب بلدنا اكتر؟ ممكن طبعا ان احنا نفكر في مستقبل بلدنا احسن، نفكر ان كل واحد ينفع نفسه وينفع بلده. اكيد طبعا بتفيدني، الدراسه بتاهلني هنا ان انا اكون بعد ما اتخرج ان شاء الله انا اكون ضابط كويس، واقدر ان انا افيد بلدي، واقدر ان انا ادرب من هو تحت مني او اقل مستوى مني وافيده عشان اقدر افيد بلدي واقدر ان انا اتقدم بالبلد. هو الحقيقه الفتره الحاليه ساعدت ان الشعب المصري كله من ضمن الطلبه يحس بقيمه البلد ويحس بقيمه القوات المسلحه ككل، وبالانتماء الاكتر طبعا للمؤسسه اللي بينتمي ليها. واحنا في ميدان الرماية ايه المطلوب عشان تاخد درجات نهائية في الرماية؟ اول حاجه الالتزام بتعليمات الامن اللي بيقوم بتقديمها السيد ضابط عظيم الدروه وضابط الدروه، اللي هي طبعا عشان اقدر احمي نفسي واقدر احمي الافراد المجاوره من الاصابه باي شيء. طب ايه اللي يميزك عن زميلك في الرماية؟ تطبيق للتعليمات. طيب بالنسبة اللي احنا في بعد ثورة 25 يناير احنا بناخد رأي كل جموع الشعب في حبهم لمصر، تقول ايه؟ اقول لسيادتك التجربه اللي حصلت في ثوره 25 يناير اثبتت ان ضباط القوات المسلحه قادرين على تحمل المسؤوليه كامله. ان هو سيادتك من الواضح ان هي قمنا بعملنا سيادتك من الدفاع عن البلد داخليا وخارجيا سيادتك. القوات المسلحه طول عمرها مع الشعب المصري، وهدفنا الاول والاخير هو حمايه الشعب المصري سواء كان الاخطار خارجيه او داخليه. طول عمرنا هدفنا هو حماية جمهورية مصر العربية من الأخطار الخارجية. بعد ثورة 25 يناير برز دور الشعب الجيش المصري أكتر في الانفلات الأمني وغياب الشرطة وحماية المنشآت والشرعية الدستورية، فنزل القوات المسلحة كانت بتأدي دورين، دور حماية حدود مصر الخارجية وحماية الشرعية الدستورية بممارسة أعمال رجال الشرطة. سيادة اللواء، ذكرت حضرتك انه من شروط الطالب ان يكون مصري، وهذه تحمل كثير من المعاني. وفي تسجيل سابق ذكر احد الضباط برتبة ملازم انه تعلم حب مصر داخل الكلية الحربية. تعليق سيادتك ايه؟ انا الحقيقة ليا تحفظ على تعليق الاخ الضابط الصغير ده. لا،
احنا اتعلمنا حب مصر واحنا اطفال في حضانه. نعم. الطلبه في مدارس ابتدائيه وما بيأدوا التحيه للعلم باي طريقه، سواء يحط ايده على صدره او في الكشافه. احنا اتعلمنا حب مصر واحنا صغيرين، ولكن ازداد ارتباطنا العسكري بأمن مصر لما الطالب بيخش الكليه الحربيه. نعم. لكن الحقيقه انا شايف ان الوطنيه دي الاب مسؤول عنها، والام والجد مسؤول انه يغرز هذا الموضوع في ابنائه واحفاده يعني. كيف تتمنى الكليه الحربيه مستقبلا ان شاء الله؟ اتمنى الكليه الحربيه مستقبلا ان التكالب اللي من الدول العربيه ومن الدول الافريقيه على ان ضم ابنائهم للكليه الحربيه المصريه، اتمنى ان هذا الموضوع يبقى من الدول الاوروبيه ومن الدول الاسيويه، وتتسع دايره الرغبه لهذه الدول في مصر. وده مش هيتاتى الحقيقه الا بمواكبه التطور التكنولوجي، لان الدول الاوروبيه والدول الاسيويه دول عايزين يحسوا ان الكليه الحربيه المصريه على نفس قدم المساواه في التطور التكنولوجي زي عندهم. اللي منهم بيجي فعلا، يعني ما هواش سر ان وزير الدفاع الياباني جه هنا من فتره وطلب انه يبعت 10 طلبه يابانيين يكونوا موجودين في الكليه الحربيه. لما بتجيله فرصه وبيجي يشوف هنا وسائل التدريب والمعدات والامكانيات والروح المعنويه ومستوى الطلبه، الفكر ده بيتغير. فاتمنى ان شاء الله ان هذا الموضوع هو اللي يكون حجر الاساس الفتره الجايه ان شاء الله. سيادة اللواء أركان حرب عصمت عبد العزيز مراد مدير الكلية الحربية، ساعدنا بسيادتك في طلائع النصر. احنا سعداء جدا بتشريفكم، واتمنى ان شاء الله دايما تلاقوا كلية حربية افضل واكثر تطورا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا.